الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. تذكر جيران بذي سلام مساجد دمعا جرى من مقلة بدم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلل ولا أريقت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنان مثل البهار على خديك والعنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى الطيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم لا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عدتك حالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم. ما حاطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صمم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعظان من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأضرب العيس حاد العيس بالنغم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يشمي أو يشفي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
واستفرغ الدمع من عيني قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فردي ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أني
اشتكت قدماه الدر من ورميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال والشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستهدي الجلسة. أعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم ومن وهم الرجال وإنما قصدوا قصدنا ما طلبناه على هذه النية وقت صالحة شاملة كاملة في رد الدنيا نعيم الآخرة جالبة لكل خير ونافعة لكل شر ونقدم ثواب ما عملنا إلى حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آل كل وأصحاب القربى التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وصلى الله جميع المهاجر أحمد بن إسحاق سيد العاطفة والكريم ودم محمد بن علي بعرج جميع ساداتنا علي أبي علي وصولهم وفروعهم ومن في صفهم ومن في طبقاتهم وصلى الله روحي صاحب الحضرة الإمام بحر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وصاحب المولد حبيب علي بن محمد بن زيد المشي والدينا والدكم واتنا أمواتكم وات الحاضرين خاصة همة المسلمين عامة من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا عبد الله في على هذه النية وقرة صالحة شاملة كاملة برد الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أذان الله يحنن روح حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا ويبارك فينا وفي منازلنا ديارنا حاراتنا بلداننا وزمننا أهل زمننا يجعلنا لهم نصيبا وافرا من رسوله ومن مصطفاه ومن صفوة من خلقه إيمانا به محبة له وتعظيما له وتصديقا به وبما جاء به ويقينا بما له وإجلال قدره وولاء له ورغبة في لقائه مرفقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوقا إليه وأن يغفر حظنا من كل تلك المواهب والمنان ويصلح لنا السر والعلم يجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبتنا على قويم طريقه وثبتنا على منهاج الأقوام
ويحمينا به من الآفات، فرج قلوب أمته، واجعلنا وإياكم في خيارهم وأنفعهم لهم في عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا من ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا، وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب ولا أدري، بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كاف يا عين صاد حميم عين سين قاف. وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واجعل لي. Monggo doa dewi-dewi sebut hajatnya masing-masing.
ورضاك والجنة. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه ظاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها العصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل وسلم. على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك تقلت قيائي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصف الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك دائم بالانقضاء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. على المقدم في الإمامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام على المخصص بالزعامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك قد وصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ترضانا وحذرت بحب سرنا لسوانا واخضع لنا إن كنت راجيا وصلنا واترك مناكا إن أردت منانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت
ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين موت نظروا الجمال لعيانا مبيعين قدهم سكارى دماء كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا يا رب ما كتوصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والآن كرر لسان ذكره وحديثه تأمل معي في حياتهم إحسانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم صلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله فإن عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفتل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. الله الله يا الله 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 يا الله الله ونعم الولي وليها. فتليح من يحلي وأسكت من صافيها، وأقبل وسلى يملي علي الذي يعليها. ومن ذا شربها مثلي أنا قبل لا يشفيها. أنا قبل القبل وبدت على أهلها. أنا أعطيت كل الفضل تكرم علي وليها. أنا المجتبى من أهلي وشفعت في عاصيها. الله 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 ونعم الولي وليها. أنا عزل أنا ذي ولي، أنا شيخها قديها. أنا شيخ أهل الوصل تكرم علي بريها. أنا هدف أهل العدل ونار الجحيم أضفيها. وسيفي وذي
مجلي وعاقب على تاليها فمن كان يرفع عليه يجرب وانا حاميها انا بزها والشهب وانا للمثل اجريها وعين الحقيقه عيني واسراب من كاسيها وفخر الوجود فخري أبو بكر لي يحميها الله 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 يا الله ونعم الولي وليها ومن طاب فيها أصلي وانا للفروع فيها ورقد أمي قربي وإني لها ساقيها وأفلت شموس الكل وها شمسنا ضاحيها أنا عرشها والكرسي وأنا للسماء بنيها شوف أهل الكتاب الفضل وجبريل لي راويها فهذه رسالة بنفس القرآن أتليها الله الله ونعم الولي وليها فهذه رسالة بنفس القرآن أتليها وأشكر لنعمة ربي ولكني لا أحصيها وبثيت منها وهبي على من تبعني فيها واختم بخير الرسل نبي الهدى هاديها الله 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 ونعم الولي وليها وبارك عليه وعلى آله. Sebelum mahallul qiyam, mari kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Taufik bin Hamid Al-Buhdhar dari Situbondo.
waktu dan tempat kita aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat iman, Islam, sehat, afiah, nikmat. Alhamdulillah nikah matur lagi. Alhamdulillah kita barengi nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, iman, Islam, nikmat bisa kompol nyari ridha Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa terus semangat nyari syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nikah tanda bahwasanya kita kasokani sareng Allah Subhanahu wa taala ki terus tonton sobaja terus dadi salamet, terus semak dek ka Allah Subhanahu wa taala, ben terus semak dek ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah banyak orang saya tak bisa hadir ke pengajian, tapi kita ki takdir ki sareng Allah Subhanahu wa taala bisa hadir ke pengajian. Insyaallah nika tanda bahwasanya kita pagi nang akhirat pas selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadir kita ke pengajian malam hari samangken, insyaallah nika bakal dadi tanda bahwasanya kita pagi bisa ngaulai syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nika kita bisa kompol nyari ridha Allah, hadir kita ke pengajian nika bisa nyapura akitu satu sana kita. Mangana kita hadir ke acara yang hari samangken malam hari samangken nika sangat-sangat ontong karena longkuna kita heuy bisa nyapura akitu usah. Lebih-lebih kita mau maulid, lebih-lebih kita mau sholawat, lebih-lebih kita nyebut-nyebut asma'na para aulia, lebih-lebih kita menyanjung ben moci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangana caipun para ulama dua hal sepaling cepat madepak kita dek Allah Subhanahu wa taala adalah pertama kathratus shalah ala nabiyil mukhtar, ma banyak salawat dek Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kasih pertama mau salawat, karena mau salawat nih kempang keng bero abe nih mun tak neku tasbih tak maca salawat, mun tak neku konter gini tasbih secek-pecekan tak mau sa salawat, mun tak entara ka pengajian tak salawat, mun nengi combok nak ngacepik nyanyi tatanggeuna berek ka timur. Ini kasih berek. Padahal kita longku bayi tojuk mbian mau sholawat beb abtina nih kata ngakungi ijazah sholawat sobung mbian mau sa sholawat cak nambian bon andi ijazah tak andi ijazah pakun bisa mau sholawat, tapi mon ngakungi ijazah mau sholawat nih kan lebih santak boleh napa dek ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nika harus tancapkan dengan hati kita. Kok minimal harus mau sholawat sehari semalam saya ikat kali. Contoh, masa saya ikat kali berek mbian berek gian saya ikat mungkin ngocak berek kita oning boleh beremah masalamat pun mbian lastari apa jeng assalamualaikum wirid mari bocah kapi mau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali masa berek
kemambian mun nanangke kata tangkeuna ngacepek nyacai tatangkeuna taker telo jam tak mare tak kaso nika maca solawat mbiyen 10 kali masa ki angok-ngokan sare mbiyen ben maren salat assalamualaikum wirid pamari sadeje langsung mau solawat 10 kali euy duhur 10 asar 10 maghrib 10 isya 10 subuh 10 50 pun tak berek dan saya berek napa males kenika saya mateti kita berek mangana cek sampai ngak kenika tapi usahakan beb tapi ulah maus beb duhur maca pun beb asar maca maghrib nika beb bodoh tamoy akhirnya tak maca ngki panyitong ka isya du bolo isya beb tamoy ya kita paleman takar mulai kul 12 beb bejeng no tak bengeng isya mbiyen apa ngki bejeng beb tapi rak-parak subuh bengki baca bakun solawat kaso beb tak kelar boleh cek ringan berak kun 10 tak napak sa menit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli mau 10 kali tak napak sa menit masa mbiyen tak ndek nek kae pas alamat mbiyen tak ndek pas pagi nang akhirat ya Rasulullah syafaatak ya Rasulullah ya satu aja pasti kita ngarep syafaat kanjeng Nabi pas tepak nang ajunan kanjeng Nabi nang hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam ajunan kanjeng Nabi pas mbiyen matur ya Rasulullah syafaatak ya Rasulullah pas mbiyen kocak sareng kanjeng Nabi ya mbak namare bojong surah selawat kasengkok 10 kali ngok-ngokan satia minta syafaat macik nyaman na bener banget gini kan mbiyen mangga cek ngok-ngokan cek ringan berak kun 10 sehari semalam usahakan tak kuat beb gula beb gimana lastari salat 5 kali hei coknya banyak saya penting istiqomah enten beb gula insyaallah kelar beb 200 sehari semalam engki kelar teluare hari keempat sobung pun edina sakabieuna pun sakuni tapi juga aja pak istiqomah ulah takut beb mon perak kun lemak ni beb tak oleh syafaat kanjeng Nabi lebih afdal lembian la lemak tapi istiqomah pun lastarena salat tempeng 200 kali kun perak saminggu sakalian saya 5 kali ni lebih afdal nah nikah saya lebih gampang mada pak orang dek ke hadratur Rasul ben bisa ngoleh syafaat kanjeng Nabi serta bisa ngoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala nikah mau selawat dek kanjeng Nabi nikah saya paling cepat mada pak seorang hamba dek ke hadratullah ben hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah yang pertama saya kedua saya paling cepat untuk mada pak kita dek ke Allah ben madapak kita dek kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berziarah kepada para aulia atau membaca carita-carita para wali atau menghadiri haul para wali nikah paling cepat madapak kita dek Allah Subhanahu wa taala nikah pertama mau sholawat saya nomor 2 hadir aziarah ke para wali otabe aziarah ke makam para wali otabe hadir hall nikah paling cepet made pak orang dek ka Allah Subhanahu wa taala mbiyen mun bodo kabar bodo hall langsung hadir beb tina tak ngagungi obong beb tak ndi pese nika beb semak beb mun bolana beb sali terjogok nggih tanggelu jaringan perak 10.000 masa mbiyen ngok-ngokan nah tapi kenapa seebu kali kau mbiyen hadir ke para aulia paling tidak orang entar ke hall wali walina Allah Subhanahu wa taala minimal orang nikah paleman pasti kabis dosa na isapora sareng Allah Subhanahu wa taala nikah minimal mbiyen hadir ke hall minimal pulang tanpa membawa dosa tanding tak ngagungi dosa boleh pun nikah nyaman tempong mbiyen salat ki tahajud 1000 rakaat endek mbiyen iya cek ringan duhur asar sekut seetina mata kerap aja tahajud mbiyen ampun nikah paling nyaman hadir ziarah ke para aulia hadir haula para wali nikah paling cepet
Pak kita dek ke hadratullah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadir ziarah ke para wali, ziarah ke Habib Ja'far, ziarah ke Habib Alwi bin Segaf, ziarah ke Kiai Hamid, ziarah ke wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bisa ziarah datang cek sampai mbiyen tak hadir tak ziarah sakale satahun benteng tak ada tak entar kahul sakale kizaram bian ulia barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin tak kira bisa masuk ke surga. Siapa sih yakin ke surga? Siapa sih yakin masuk ke surga? Siapa? Sobung mbian beda sih yakin jaringan apa jeng ngok-ngokan puru takbir Allahu akbar saya kaingat ibni Allah apa aduh kula kok tak ada lah aduh kela isoro meleberes aduh pas mbian yakin ke surga iya de ada cabur ke neraka mon kita nih kah. Karena apa? Amal ibadah tak ada. Saya yakin itarema bi Allah Ta'ala sobung. Tapi ketika kita asampung dekat para wali andik guru saya nyampung ilmu nada ke Allah subhanahu wa ta'ala asampung dekat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti selamat. Mbian mungkin samangkin apa ngerasa ya enten gula teka tak andik guru alhamdulillah beb raceke banyak aman beb bojong nyaman beb gula tak andik guru padahal mungkin mbian samangkin dekik ketika ekobur buru apa ngerasa mbian posang utak andik guru entara kasih rambian nengi alam barzah ini kakun katelo mbian bi mungkar nakir muntah andik guru ngi kenika pon mare tanya ki bi mungkar nakir etina katibi tapi mun mbian andik guru saumpamana mbian tak bisa jawab guru nambian bekal datang bekal nolong mbian bekal masalamat mbian wali saya ziarah sareng mbian kenika bekal datang bekal masalamat mbian saya tawassuli terus mbian saya tuaki sareng mbian bekal datang bekal masalamat mbian mangkana nika tekuk duaan mau sholawat pak istiqomah tekak kun perak 30 kali sehari penting tekak sehari samalam kun perak maren sholat 5 kali nika terus pak istiqomah mau sholawat si nomor 2 pak sampung ate nampian dek ka wali-walina Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah mpian bakal lepas selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala malar moga kita sateja ate kita pas sampung dek ka kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar moga kalamun barokana maulid kalamun barokana wirdus saghir mau salawat dek kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar moga sateja dosa-dosa kita isapora sareng Allah subhanahu wa ta'ala ben kita nyoon ka pangeran malar moga kalaben barokana maulid kalaben barokana salawat malar moga kita paringi husnul khatimah malar moga kita paringi husnul khatimah malar moga kita paringi husnul khatimah ben malar moga umur kita palanceng sareng Allah subhanahu wa ta'ala malar moga kita selamat sareng Allah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah ben malar moga umur kita ibadah perantara supaya kita selamat dengan dunia sampai akhirat malar moga umur kita terus ibadati sareng Allah sebagai ta'atan lillah wa ta'atan li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben malar moga napa seika hajat sareng kita kempang sareng Allah subhanahu wa ta'ala qabul sareng Allah subhanahu wa ta'ala malar moga urusan kita barokah sareng Allah kempang sareng Allah subhanahu wa ta'ala ben malar moga kaserbekan kita kasompekan kita malar moga ati kita jember sareng Allah lega sareng Allah luas sareng Allah ben malar moga atari ati kita nikah malar moga terus paringi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin hadza ma lazima minni wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Sekonek nambahin apa saya sampai lagi oleh Al Habib Taufik kemarin tergula kompolan alumni Darul Mustafa murid-murid Habib Umar se-Indonesia itu beda kompolan are Senin kemarin terus Habib Umar bin Hafid awakil lagi potra-potrana untuk hadir di Jakarta dan murid-muridnya
Muridnya diantaranya Al-Habib Ali Al-Jufri dan Habib Kazim As-Segaf. Berisitung nasihat yang sangat istimewa berhubungan dengan guru, berhubungan dengan semaan orang dan orang soleh. Ada satu nasihat saya sampai lagi Al-Habib Kazim, orang neka seandik guru dan orang setandik guru itu perumpamaannya kayak orang naik ke bangunan atau apartemen yang 50 tingkat, 50 lantai. Orang ngontak tahu cara ke apartemen yang 50 lantai, pasti orang itu lewat tangga 50 lantai. Sampean oleh setangga pasti nyongok ke bebe, ongko boleh kuki banyak karena dan seterusnya. Tapi kalau orang yang tahu caranya, tinggal mancing, ia ada lift, tak rat lift, tahu lift sampean? Apa? Korongan dulu, korongan lebu, lift di hotel-hotel tuh sampean tinggal berdiri, ngadeg di ngarepe lift, tinggal dipetek, buka, masuk yang jero lift. Petek nomor 30, petek nomor 50, ndak sampai pirang menit wis tutup di lantai 50. Itu perumpamaan orang punya guru dan ndak punya guru. Orang mau tadi guru ya, terus semak ke pangeran, terus oleh ridhonya pangeran melarat, pal tepel pal. Mon oleh ya, mon sampai tadi samurat, mon tadi sakek selain nah. Andik samurat sampean ongke ke lantai 50 oleh lemak bae lengos-ngosan. Ambulan datang. Itu perumpamaannya orang punya guru dan ndak punya guru. Uang sing nggak duwe guru iku diibaratna uang sing munggah nyang lantai 50 dengan susah payah, capek lewat tangga muter-muter dan seterusnya. Uang sing duwe guru ibaratnya uang sing munggah nyang lantai 50 lewat lift kari metek tok tutupnya dukur langsung. Orang yang punya guru itu ibaratkan itu tadi, gampang, semak ke pangeran itu gampang. Gara-gara apa? Gara-gara beberapa hal. Satu, uang tidak duwe guru, sampean usaha dewe. Iso-iso sampean duwe salah, akhirnya usahane sampean cedek yang pangeran, ibadahnya sampean cedek yang pangeran, kehapus gara-gara satu salahnya sampean. Tapi orang kalau punya guru, sampean berusaha dekat kepada Allah, lah kok sampean ngelakoni maksiat dosa, ngelakoni dosa, amal ibadahmu iso dihapus, tapi gara-gara kon ono di atine guru mang ketarik pisan akhirnya. Di hatinya orang yang dekat kepada Allah itu ada namamu, oh iku wingi muridku, oh iku pecintaku. Ibadahmu kosong, tapi jenengmu ono di atine wong sing cedek nyang pangeran. Ketika mereka ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melihat hati hamba-hamba yang soleh seperti ini, ketika Allah delok nyang atine wong sing soleh seperti ini, lah didelok ndak jero atine ono jenengmu. Lah ketarik akhirnya sampean. Itu pentingnya. Pentingnya guru. Sampai seperti itu. Guru yang soleh, guru yang ngajak sampean seneng yang pangeran, seneng yang kanjeng Nabi, cintanya wong soleh, cinta yang amal ibadah. Seperti yang diterangkan oleh Habib Abdul Haddad di kitab kemarin, pengajian sebelum-sebelumnya, siapa itu orang yang ahlillah? Wong sing ahlillah itu siapa? Yang prioritasnya, sing selalu dipikiri apa wong cedek yang pangeran, diajak ngaji, diajak wiritan, diajak cedek yang kanjeng Nabi, dielingno mati, dielingno akhirat. Enggak semua guru itu bisa bawa sampean wasil ilallah. Tak kebi guru dia bisa nyambi sampean semak ke pangeran. Bodoh orang dia alim, allama, masya Allah, tapi tidak sedikit pun menggerak hati sampean untuk ingat kepada Allah. Bodoh orang yang biasa, tak alim, tak apa, sampean norok tujuh, ya Allah, ngerenyeng hati, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang seperti itu. Nah itu, makanya penting. Nyari guru itu penting. Guru ini saya bisa nyambi sampean semak ke pangerannya, bisa dari orang yang saya lagi odi atau dari para aulia saya mate, saya wafat. Ada. Kadang gurunya sampean itu sudah meninggal. Atau orang yang ditakdir oleh Allah dadi gurune sampean saya medepak ke pangeran, kadang lah wafat. Kita tidak kenal, tapi apa lebet perantara. Contoh saumpama gurune sampean saya nyambi sampean nyambung ke pangeran misalnya Kiai Hamid. Tak nututi Kiai Hamid, tapi Allah
gerakkan sampean semak ke Situng Oreng, perantara Kiai Hamid, sampean semak ke Situng Oreng itu, orang itu jadi perantara sampean semak ke pangeran. Gurune sampean misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi sampean tak nototen, ternyata sampean begulih semak ke Situng Oreng, orang itu jadi wasilah gentena Syekh Abdul Qadir Jailani narik sampean semak ke pangeran. Itu guru. Pentingnya guru seperti itu. Guru neka andik manfaat. Guru neka andik manfaat bisa ngalaki amal ibadahnya sampean. Manfaat barokahnya itu. Bukan gara-gara apa. Kok bisa sholatnya sampean kalah sama barokahnya guru? Bukan gara-gara apa. Gara-gara apa? Guru ini semak ke pangeran. Andik jalan khusus akhirnya sampean bisa depak ke pangeran, bisa oleh seporohan Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh sampean cakang ibadah pas andik guru tambah semak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya guru. Mantir moga di sisa akhir hayat kita ini kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek guru, dek para beli, saya bisa narik gula panjenengan sampai selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. أعد السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله لا من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق أبرز أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد جنجد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم غرات واستضيئوا بجمال الفقر في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد المستمر ليس يلفد حيث أوتينا عطاء الجمال الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحسره العاد حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول الله أهلا بك إلا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله
عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من دور الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المعزز بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي قوس إرشادك لأهل إدادك، سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اهل حضرتك ترابي من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في بركاتنا سكناتنا بعين عنايتك، وان تحفظنا في جميع اطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا بإليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأزره له وظهرهم بركض وشريف جهد أولادنا ووالدينا أهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم رأية الدين القويم في جميع الأوطان منشورا، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا واشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، أشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في السلاسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وسيدي في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واهتم لنا منك بخير. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام الأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.